الحبس حشومه انا بعدا كاين فيا شويه الانسانيه واخا ما عرفتش ما شويه الانسانيه فيك بزاف ديال الانسانيه. انا هذا نحسب ولدي هذا الشيء نحسبك بنت حشومه. بنادم انا ما كنتش واش غلطت ولا ما غلطتش فعلا الله اعلم. هي مسكينه عندها مشكل، هي مريضه، قالت لي نهار وقع على المشكل كانت عندي كتبكي، هي راه بوحدها عايشه دوك الدريات. ما نكذبش عليك ما باغاش تنجبد هذاك الموضوع، والانسان يصيفط واحد للحبس وخلي 3 البنيات. هاد المجتمع حنا اللي دار نصيفطوا المشاكل وهذا حشومه. حنا دوله اسلاميه، حنا مالكنا ما عرفتش كيفاش داير، ولكن هاد الناس اللي مقابلين هاد الشيء ما كاينش راه ما يغركش شي واحد قاري وواصل، راه ما كاينش. راه تهضري مع وحده اميه ما تهضريش مع وحده قاريه. واش دريه انا قلت لك غلطت ولا ما غلطتش الله اعلم. هي معصبه في هذيك اللحظه، انا في هذه اللحظه تعصبت. واش 3 ساعه ولا ما عرفت انا واقفه وما يحلش عليا يستقبلني. علاش هو كمدير؟ هما هذوك الدراري انا ما عليهم والو، هما راه ما عليهم والو الدراري. حنا بغينا ندخلوا نطلبوا على هذه السيده، غلطت ما غلطتش الله حنا ما عرفتش كنديروا معاها كيغفر لينا. حشومه لا. شوفي لو كان واحد الفعل جرمي كاين خسائر ماديه، كان شي شمكار دخل بالاسلحه البيضاء بدا كيعير فيهم، بدا كيرون مراه عباد الله ديال 3 البنيات. راه السيد الوكيل ديال جلاله الملك وكيتقدموا امامه امهات وكيرأف بهم وكيرحمهم. فما بالك انت نتابع المتابعه اللي عنده شي بوفار المتابعه، اللي في شي بوست المتابعه. راه الله سبحانه وتعالى خلقنا وكيغفر لينا. اي نعم حنا مع ان بنادم راه تربى المخزن راه دار باش يربي بعض الناس، ولكن في هذه اللحظات اللي الام دارت انها مسكينه بوليداتها على الاقل لو انها توبعت في حاله صراح. حنا مثلا بطبيعه الحال حنا ما تنقولوش النيابه العامه نوريوها خدمتها، ولكن حباده لو توبعت في حاله صراح انها تقدم امام انظار السيد وكيل جلاله الملك في حاله صراح. لان ترشيد راه هذه هي ترشيد الاعتقال الاحتياطي اللي كنتكلموا عليه. ترشيد الاعتقال الاحتياطي السيده نتابعوها. عباد الله واش واحد متهم باغتصاب مسنه عندها 85 سنه، متهم باغتصاب مسنه عندها 85 سنه، والسيد قاضي التحقيق عطاه الصراح حقا لظروفه الاجتماعيه. وسيده مراه عندها 3 الوليدات ضاربات مع المدير ولا مع العساس ولا الله اعلم، تتابع في حاله اعتقال. والله العظيم الا درنا قلبنا. حنا بطبيعه الحال السيد وكيل جلاله الملك عنده السلطه التقديريه، يعتقل، يوضع في حراسه النظريه، يودع سجن عكاشه. حنا ما تنضغطوش على القضاء وما تنضغطوش على النيابه العامه وتحيه لهم، ولكن اليوم نتكلم من جانب الانسانيه. حتى رجال الامن كنحييهم لانهم جاو داروا خدمتهم. رجال الامن ملي كيتصل بهم شي مواطن كما كان نوعه تعرض للاعتداء راه غيجي، فما بالك ان هذه مؤسسه تعليميه. اذا اليوم مشاهدينا الكرام هذه المؤسسه اللي اغلبيه الامهات والاباء تيتشكاو منها، وان المدير اللي هنا كيقول لك 1 2 3 با مشى لسباته جيب البوليس اعتقل دي. علاش راه كاين واحد الحاجه سميتها المساعده النفسيه، كاين واحد الحاجه سميتها اننا كنهضروا مع الناس. راه مولاي رشيد هذه راه مولاي رشيد، هذه راه ماشي كاليفورنيا، راه ماشي بولو، راه ماشي عين الشق، راه مولاي رشيد عندها واحد الخصوصيه. حتى الناس اللي ساكنين فيها عندهم خصوصيه، حتى الوليدات عندها 6 في بيت، كتلقى 10 في بيت. راه ما يمكنش ليا نتعامل مع واحد 10 ساكنين في بيت بحال كنتعامل مع وليد ساكن في فيلا بوحدو. راه ماشي وراه هذوك المؤسسات الخاصه ديال البعثات راه كيوقع فيهم العجب لداخل. راه كيجيو امهات وكيحيحوا ما عرفتش شنو كيديروا على قبل ولادهم. ما كاينوش المدير اللي هو تابع البعثه كيجيب لهم البوليس ويصيفطهم، حيت هذيك مو كتخلص مليون الشهر وبا تيخلص مليون الشهر. راه اليوم راه المواطنين كلهم سواسيه. هادشي بصراحه ضرنا في خاطرنا. اليوم للاسف الشديد البنيات كانوا غيضيعوا لولا القدره الالهيه ولولا اللقاء اللي درناه مع الاب على قناه الشعب شوف تيفي. ومعايا احد المستشارين بمقاطعه مولاي رشيد، هو والمستشاره اللي كنا حاضرين ذاك النهار معاهم في الدوره، واللي كان النقاش انهم من المعارضه، النقاش اللي كان داير ذاك النهار امام السيد المدير الاقليمي مشكوره لانه تواصل معنا على هو طالع في الشجره. اولا كنبغي نشكرك اختي فاطمه الزهراء، لان لولا التدخل ديالك الحمد لله ما كانش غادي يكون فرج لهذوك البنيات. وحنا هذا الشيء كنبغي نشكروا بعد الزميل العوينه اشرف لان دار واحد العمل اللي كنفتخروا به حنا كزملاء ديالو في قناه الشعب. وعلاش شوف تيفي الحمد لله كما الشيخ اختي فاطمه الزهراء
حنا خلال الدوره الاخيره تكلمنا على هاد النقطه ديال هاد المدرسه بالذات، لان هاد المدير ولا هاد السيكوريتي اللي كاينين هنا كيتعاملوا واحد المعامله غير لائقه مع المواطنين، مما ادت لهذا الاحتقان اللي كاين دابا. هذا راه هادشي راجع كامل لهاد المعامله، سوء المعامله ديال هاد السيكوريتي وديال المدير مع المواطنين. راه اللي جات هنايا كتستفز قبل ما تدخل المؤسسه، فهاد السيده هادي راه استفزات قبل ما تدخل المؤسسه. راه كيف ما كيقولوا العيالات اللي كانوا حاضرين انها ترش عليها الماء، يعني ترش عليها الماء من طرف السيكوريتي او المدير او الله اعلم، كيقول لك ترش عليها الماء من داخل المؤسسه، وداك الشيء اللي صار الغضب ديالها ودارت هادشي، وهي مسكينه كتعاني من واحد انزل من الشجره غطي تهرس، انزل يا ماما. وهاد الام مسكينه كتمر بواحد الازمه نفسيه، يعني هاد الام هادي نراعيو ليها ونراعيو لدوك الوليدات ديالها. هاد المدير ما راعى حتى شي حاجه، وماشي هي المره الاولى، هادي راه المره الثالثه الثانيه او الثالثه. راه كان نيس مشكل بحال هكا، احتاج واحد السيده حتى هي جات تكلم معها على قبل الابناء ديالها وعيط ليها البوليس. هذا راه كما قلت يا فاطمه الزهراء اختي، واحد جوج ثلاثه عيط للبوليس. فهاد المدير هذا كان اللي كنطلبوا، فهاد المدير هادشي اللي كيقلب عليه، هذا الاحتقان الاجتماعي هو اللي كيقلب عليه هذا المدير هذا. فاللي كنطلبوا من السيد المدير الاقليمي وكما طلبت منه شخصيا في خلال الدوره يتعاود النظر في هذا المدير هذا، لانه يجيب شي اطار اللي غيقدر يتواصل مع الناس ويحل المشاكل ديال هاد الناس هادو. لان كما كتعرف مولاي رشيد راه عنده خصوصيه خاصه، وخصوصا هذه المنطقه اللي كنسكنوا فيها اللي هي منطقه المسيره، ففيها الناس ما على حسن العوان الله على قدهم خاصو كيفاش يتعامل معاهم. فلا جينا اليوم هاد الام توقع عليها بحال هكا، فغدا وبتغدا غتكون امي انا وغتكون اختي وغتكون اختك وغتكون جميع عندهم النساء كاملين. هذا لا يعني اننا نتجرؤوا على الاطر، لا يعني نتجرؤوا على الأطر. هذا لا يعني انني كأم حقا طالع لي الدم عندي مشاكل خاصه نجي نتجرأ على رئيس امن خاص ولا على استاذ. الاحترام التام، يعني بالمقابل انك انت كاطار تبدا تعالى على الناس وتبدا تستفز فيهم، خاص الاحترام يكون متبادل. واللي مريض ومعصب وفي شي مرض مزمن لا، ولكن انا كاطار مريض عندي مرض مزمن نمشي نقدم شهاده طبيه ونمشي نرتاح، حيت كاينين شي خدامي صعيب تكون فيهم شي امراض اللي تقدر انت تستفز فيها بسرعه. راك كتعامل مع الوليدات، وكنتعامل مع واحد الطبقه اللي مساكن لا حول لهم ولا قوه، يعني جاو عندي خصني نعرف كيف نتعامل معاهم. يعني راه حنا ما كنعنيوش، راه جميع المؤسسات هنا كيتعاملوا مزيان. انا شخصيا اليوم كنت في العقيد العلام، واحد المدير فيها تبارك الله واحد المعامله طيبه مع الناس، وواحد عنده واحد كاينين اطر، كاينين مدراء اللي في المستوى اللي وكذلك كنبغي نشير للدور ديال جمعيه الاباء داخل المؤسسه. راه ما بينش فينا هو يا جمعيه الاباء، ما كاينش جمعيه الاباء اللي كنشوفوها المدير، جمعيه الاباء داخل المدرسه اللي ما دارتش الدور في هذه الام اللي تعتقلت. وحنا كنشوفوها العالم الوطني كيفاش الحاله ديالو. العالم الوطني اللي جا عون السلطان مشكور بغى يدخل لعند المدير باش يهضر معاه على حساب العالم الوطني، تحبس في الباب حتى هو. فانا في هذه المؤسسه كلشي كيتحبس. يعني انت كاطار تربوي كمدير او كمسؤول داخل هذه المؤسسه، راه الواجهه ديال المؤسسه، الواجهه هي الاولى. والعالم الوطني اختي فاطمه الزهراء راه عيب وعار باش مؤسسه يكون العالم الوطني بهذا الشكل هذا تقطع، وملي يجي يتكلم مع عون السلطه ما بغاش يدخلوا حتى مع الباب. فهذا راه خاص تعود النظر فيه، وهذا واحد رساله للسيد المدير الاقليمي يتعود النظر في هذه المؤسسه، لان لا بقى بحال هكا راه غتوقع شي كارثه اللي كثار من هكا. هذا كما كتشوف شوف المعامله ديال السيكوريتي. الساده اختي فاطمه الزهراء حضرتي معنا وكان وعدنا السيد المدير باش تكون واحد الخليه لحل المشاكل، ما شفناهاش دابا، وهذه هي المتتبعات ديالها. وباش هنا راه حنا امام اغتصاب الامومه، ما تمشيش للسجن لمجرد انها انتفضت قدام المؤسسه او رمات بالحجاره. علاش؟ وكنت قلت واحد الجمله وكنتوا اخذتوني عليها، ان قلت الامهات من تيجيو يتواجدوا قدام المؤسسه تحسوا براسهم انهم امام السجن، وهذا الشيء اللي وقع قدام هذه السيده، وهذا الشيء ما وقع لها، وللاسف الشديد مشات للسجن. وحنا تنستجبوا هذا العمل وتنطالبوا بالتغيير طبعا، وتنطالبوا باش تحترم المراه في هذه البلاد، وتحترموا المسؤولين كما حنا تنحترموهم، يحترموا هذه الامهات لانهم حاملات لهموم واكراهات كبيره. وطبعا تنشكروكم بزاف استاذه، تنشكروك. اذا مشاهدينا الكرام الى اللقاء، وغنرجعوا لكم في تفاصيل.